يسعد لي أوقاتكم حبايبي ومتابعي قناة ست البيت. فكرة فيديو اليوم عن تخزين وحفظ الثوم لفترة طويلة بالفريزر، وطبعا هاي خطوة مهمة لتجهيزات رمضان. حتوفر عليكي الوقت والجهد بتقشير وفرم أو تقطيع الثوم بأي وصفة رح تستخدميها. يلا نبلش ونشوف الخطوات. أول خطوة رح تكون تقشير الثوم، ورح أعطيكي عدة طرق وأنت بتختاري اللي بيناسبك. الطريقة الأولى، رح نحط بصحن غميق مي فاترة أو ملح حنفية، ونرش عليها ملح بحري تقريبا معلقتين ومعلقة من ملح الليمون، ورح نضيف عليهم نص كوب خل أبيض، وبعدها بضيف الثوم واتركهم ساعة لينتقوا منيح. بهالطريقة رح نقدر نقشر الثوم بكل سهولة. الطريقة الثانية هي إنه نستخدم قشرة الثوم السيليكون، الأنبوب اللي شايفينه بالفيديو، وهي كتير مثالية لما بتكون حنقشر كمية قليلة من الثوم، يعني فص أو فصين لطبخة صغيرة أو لاستخدام سريع وعندك توم فريش بدك تستخدميها. بس للكمية الكبيرة لمونة تفريز الثوم رح يكون صعب عليك استخدامها. الطريقة الثالثة هي أن نحط الثوم بمطربان أو علبة، ونضل نرج العلبة لحتى يفصل القشر عن الثوم. طبعا الطريقة فعالة، الثوم بيتقشر، بس بالنسبة إلي بشوفها إنه مزعجة لأنه بتوجع الإيدين، وبنفس الوقت بتطالع ضجيج كتير لما يعني الثوم يتقشر أو يفصل عن القشر. وبالنسبة إلي أنا كتير بستخدم الطريقة الأولى اللي هي نقع الثوم بالمي والخل أو الملح، وبلاقيها كتير فعالة وما بتاخد معي ولا جهد ولا تعب، وبنصحكم باستخدامها. وهلأ رح نشوف كيف تقشير الثوم بعد ما تركناه ساعة بالمي، منقوع بالمي والخل والملح. القشرة عم تفصل لوحدها بدون تعب، بنفس الوقت سهلة وسريعة كتير، يعني 5 دقايق ممكن تخلصي كمية كتير كبيرة من الثوم بهالطريقة. والملح والخل كتير بيخفف من الثوم وريحته على الإيدين. طبعا أنا لابسة جلوفز مشان ما يصير ريحة إيدي توم، بس حتى إذا ما كنتي لابسة بتضل ريحته أخف بكتير من إنه تكوني عم بتقشري الثوم من غير ما تكوني نقعتيه بالمي والخل والملح. ومثل ما شايفين بالفيديو الثوم عم بيقشر بسهولة، وعملت كمية كبيرة خلال ثواني. الخطوة الثانية بعد ما قشرنا الثوم إنه نطحنه ونديره بالبلندر. طبعا أنا رح أضيف زيت نباتي كوب، وبنفس الوقت رح أحط 3 معالق ملح بحري ومعلقة كبيرة من السكر. الملح رح يحافظ على لون الثوم ورح يعطيه لون كتير أبيض وحلو، وبنفس الوقت السكر مادة حفظية، بينما الزيت رح يخلي الثوم طول فترة تخزينه بالفريزر لين وطري، وهيك يسهل عليكي استخدامه. طبعا أفضل طريقة لحتى نحفظ فيها الثوم بالفريزر من غير ما يعمل ريحة بالفريزر هي إنه نحفظه بمطربين من الزجاج، وهيك ما بتنتشر ريحة الثوم بالفريزر، وبنفس الوقت بيبقى الثوم مخزن بطريقة صحيحة. وهي أسرار حفظ الثوم وتخزينه. بتمنى تكونوا استفدتوا من فكرة اليوم، وما تنسوا اللايك والشير، واشتركوا بقناتي ليوصلكن كل جديد مني إلكن أحلى وأغلى سلام.